كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الأبواب بقى، ولازم بقى نبدأ وصفاتنا ونبدأ الشغل بتاع رمضان. يلا بقى وسجلي كل وصفة هنزلها لك كده في رمضان، وإن شاء الله هتشرفك في عزوماتك زي ما انت ما شايفة. بصي بقى نعمل النهاردة بقى فراخ بطريقة جميلة جدا. معانا هنا كمية كبيرة كده من البصل، احنا مقطعينها جوانح زي ما انتم ما شايفين، وغاسلين طبعا الفرخة بتاعتنا. هننزل عليها بالتوابل ملح وفلفل، وابدأي بقى ادعكي البصل بتاعك مع الملح والفلفل. خلاص سجلي بقى الوصفة دي لرمضان، وان شاء الله هتشرفك كده قدام ضيوفك. هناخد بقى الفراخ بتاعتنا وهنبدأ ندعكها بالبصل. خلاص كل البصل ده دلوقتي هيدخل مع الفراخ وهيديله لون بني جميل جدا. ادعكي بقى كويس قوي. كل سنة وحبايبي طيبين وبخير، يا رب ان شاء الله رمضان يكون كريم على الكل بإذن الله، ويدخل علينا كلنا بالفرحة والبهجة بإذن الله. هناخد بقى الفراخ بتاعتنا ونحط اي مادة دهنية، وهننزل بالفراخ خلاص، وهنحطها بقى على نار عالية، وهنبدأ نحمر الفراخ بتاعتنا وهي نية. نفضيها كويس من البصل عشان ما ينزلش يتحرق منك. طبعا البصل ده احنا هنستعمله ده تاني، مش هنرميه. خلاص بس احنا هنحمر الفراخ الاول، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. على نار عالية عشان ما تنزلش ميتها بقى حبايبي. خلاص لو نزلتيها على نار هادية هتلاقيها نزلت ميتها وما حمرتش معاكي. بعد ما حمرنا الفراخ بتاعتنا وطلعناها اهو من الحله، في نفس الحله بقى هننزل بقى بالبصل بتاعنا. هتنزلي بيه كله كده، هنقلبه كده بقى مع بعض. هتبداي تقلبيه شويه. هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، ملح وفلفل وشويه بهارات فراخ، ونبدا نقلب فيها. وننزل بمكعب مرقه اختياري، وننزل بشويه خل قد معلقتين كده. بص بقى هنا هتضيفي العسل الاسود عليها، هيديها نكهه ولون جميل جدا. ممكن تستبدليها بدبس رمان لو ما عندكيش العسل، وهيديكي نفس النتيجه. خلاص طلعنا بقى الفراخ بتاعتنا كده ورصيناها في الصينيه. هننزل عليها بالبصل بتاعنا اللي احنا طبعا شوحناه في نفس الحله اللي احنا حمرنا فيها الفراخ، ونزلنا عليها بمعلقه العسل. هنوزع البصل كده، وهنبدا نقفل بقى بالفويل بتاعنا، وهنسيبها على البوتاجاز على نار هاديه او تدخلها الفرن، ده اختياري بقى ليكي. انا حطيتها بقى على البوتاجاز لغايه ما بدات تدخل في السوا زي ما انتم ما شايفين اهو. خلاص في اللحظه دي بقى هنعمل ايه؟ هنجيب بقى معلقتين صلصه كبار كده، وهننزل عليها بشويه زيت، وهنبدا ندهن الفراخ بتاعتنا كده. خلاص وهنبقى مولعين بقى الشوايه، يا دوبك هتخش الفرن تاخد وش الشوايه. خلاص بطريقه جميله جدا. بص البصل يا جماعه اتكرمل معانا ازاي وخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. خلاص البصل هنا طعمه لوحده بصراحة حكاية. خلاص مع شوية رز بقى كده هيطلع معاكي مع حتة الفرخة بالشكل الجميل ده. وطبعا البصل ده زي ما انتم ما شايفينه ده ما بيترميش، ده بيتاكل. طبق الرز على حتة الفرخة وألف هنا وشفا، وإن شاء الله تعجبك جربيها. وكده النهاردة نكون خلصنا الفيديو، يا رب تكون عجبكم. واستنوني حبايبي في فيديو جديد واشوفكم بخير.